اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وحشتوني جدا جدا جدا، واللي بيحب النبي يدوس اشتراك في القناة. Dass ich mich in diesen Jahren für dich eingesetzt habe, dass ich anständig meine Zeit verwendet habe im Dienste meines Volkes. Gib du jetzt deine Stimme ab. Wenn ja, dann tritt für mich ein, so wie ich für dich eingetreten bin. تشبه الجماعات العنصرية القائمة على تفوق العرق بالنازية. فما هي النازية؟ النازية حركة سياسية تحولت إلى حزب حكم ألمانيا بقيادة هتلر. تتلخص النازية في فكرة تفوق الألمان وعرقهم الآري وسيادته على باقي الأعراق الأخرى، فسيطر على الألمان فكرة أنهم الأسياد، وأنهم من يفترض أن يحكم الملايين من البشر الذين رأوهم في مرتبة أدنى عرقية. وانتشر أن مشكلة ألمانيا الكبرى هي في وجود اليهود لكسب الدعم والالتفاف الشعبي، مستغل حساسية الألمان تجاه اليهود لسيطرتهم على سوق المال والاقتصاد، فارتكبت مجازر ومحارق قتل فيها ملايين اليهود عرفت بالهولوكوست، ولم تتوقف التصفيات العرقية عليهم، فطالت الأقليات الأخرى كالسود والسلفيين والغجر. كما حظر الزواج بين الألمان وبقية الأعراق حفاظا على نقاء العرق الآري. واجتاحت ألمانيا بولندا سنة 1939 لبسط زيادة عرقها، وكانت تلك بداية الحرب العالمية الثانية التي خلفت 60 مليون قتيلا. ورغم سيطرة ألمانيا على معظم دول أوروبا سنة 1945 إلا أن الحرب انتهت باستسلام ألمانيا، وفرضت عليها بعدها إجراءات وعقوبات صارمة، وألزمت بالتعويض للدول المتضررة، وأصبح كل ألماني مشتبه فيه وغير مرحب به، فطرد الملايين من الألمان من أوروبا الشرقية، وسحبت الجنسيات من ذوي الأصول الألمانية، وجرمت معاداة اليهود أو ما سمي بمعاداة السامية. أدرك الألمان خطورة الفكرة، وخوفا من عودتها مجددا سنوا قوانين لا تتهاون مع أي تصرف يشير إلى الفكر النازي، كاستخدام رموزه وأداء تحيته. على فكرة في جماعة دلوقتي يشبهوا النازية، يا ترى مين هم؟